هو الفراري شادي رضوان لاعب الاهلي السابق اللي اتكلمت عنه اكبر صحيفه في العالم فين دلوقتي؟ بص يا سيدي، النادي الاهلي كان عنده جوهره في قطاع الناشئين مواليد 2001 اسمه شادي رضوان. اللاعب ده كان حديث كل القطاعات، لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، قادر يفوت من واحد واثنين وثلاثه بكل سهوله، سريع جدا وهداف ومؤثر جدا مع النادي الاهلي، ولاعب كان متصيد جدا وصيته وصل لاكبر صحيفه في العالم، صحيفه ذا جارديان البريطانيه اللي اتكلمت عنه سنه 2018 وحطته من ضمن قائمه افضل 60 موهبه في العالم. والله زي ما بقول لك كده، القايمه اللي كان فيها رودريجو وكوبو وجرين وود وكمان جونز واكتر من لاعب بيلعب في اكبر انديه العالم في الوقت الحالي. شادي كان متالق جدا في القطاع، ولانه ما خدش عدد دقائق مع الفريق الاول طلع اعاره للبنك الاهلي في اول موسم، ما كانش بيشارك بشكل كبير، ورغم انه ما كانش بيشارك تم تجديد الاعاره مره تانية وكمل الموسم اللي بعده، وعلى مدار الموسمين لعب 7 مباريات فقط. مش بس كده، ده شادي رضوان ما لعبش 90 دقيقه كامله، علشان في 2023 تنتهي الاعاره ويرجع الاهلي مره تانية ويرجع للقطاع ويقدم مستوى جيد. وفي احد المباريات تحديدا امام زد بعد تدخل من لاعب زد بيجيله قطع في الرباط الصليبي، وهنا انتهت قصه شادي رضوان مع النادي الاهلي. كمل واتعمل له العمليه، ولكن لما رجع كان مواليده خلاص اتلغت وما كملش مع الفريق الاول. وهنا اتحولت مسيره شادي رضوان اللي كان واحد من افضل 60 موهبه في العالم للاعب بيلعب في دوري الدرجه الثالثه حاليا مع نادي دايموند. انت متخيل اللي بيحصل؟ كمل يا علي، كمل يا علي. كويس يا ابراهيم، كويس يا شادي. وبس يا سيدي، دي كانت قصه الفراري شادي رضوان لاعب النادي الاهلي اللي كان عنده مستقبل او كان متوقع ليه مستقبل كبير، ولكن للاسف الاصابه حولت مسيرته 180 درجه. قول لي بقى في الكومنتات تحت الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟